السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمني بما تنفعني وانفعنا اللهم بما علمتني وزدنا علما. إن شاء الله هنبدأ كورس جديد بعنوان الجوريزم. هنعرف يعني ايه الجوريزم وليه بندرسه. يعني ايه الجوريزم؟ الالجوريزم بيقول لك are simple steps you follow to solve a problem. يعني هي خطوات بسيطة بتمشي معاها خطوة خطوة عشان تحل لك المشكلة. تمام؟ بيقول لك like making a sandwich step by step، كأنك بتعمل سندوتش. Computers also follow steps to solve problems. يعني برضو الكمبيوترات بتتبع الخطوات دي عشان تحل المشكلات. تمام؟ ايه الالجوريزم؟ بيقول لك a list of steps you follow in the right order. خطوات بتمشيها عشان توصل لحاجة معينة. If you follow the steps you get the correct result. لو مشيت مع الخطوات دي هتوصل لأحلى النتائج أو أفضل النتائج. ويقول لك like brushing your teeth، كأنك بتغسل السنان. الالجوريزم must be clear and easy to follow. لازم يكون سهل عشان الناس تقدر تحل بالالجوريزم ده وتستخدم الالجوريزم بتاعك ده. ليه بندرس الالجوريزم؟ to help computers work faster and smarter، عشان نساعد الكمبيوتر انه يكون سريع وذكي. لما نعمل الجوريزم يكون سهل في الاستخدام يخلي الكود بتاعي يشتغل على طول ما ياخدش وقت. to solve problems in better way، عشان نحل المشاكل في أفضل طريقة ممكنة. مثلا بيقولك like cleaning your room using the smartest method، كأنك بتنظف الغرفة بتاعتك كده بأفضل طريقة عشان توصل لأفضل نتيجة. ايه الأنواع بقى من الألجوريزم؟ بيقولك أول نوع الworst case، the slowest time something can take. بيقولك ده أبطأ حاجة ممكن الكود ياخدها عقبال ما يعمل رن، يعني بياخد مدة طويلة جدا، ممكن تقعد أيام مشغل أحداث رن عشان تشوف النتيجة. أنت متخيل؟ وأغلب شغلنا في الألجوريزم بيبقى على الورست كيس. ليه؟ لأن أنت الورست كيس ده أسوأ حالة، أسوأ طريقة ممكن، فإحنا بنظبط الورست كيس، يعني فاهم، بنشتغل عليه لحد ما ما نخليه بيست كيس إن شاء الله. الأفريج كيس ده بين البنين، بيقول لك the normal time is it usually takes، ده الوقت العادي اللي بياخده الكود لحد ما يعمل رن. البيست كيس the fastest it can possibly be، the fastest ما علينا it can possibly be، يعني ده أسرع حاجة ممكن تتخيلها. أول ما تدوس رن في لحظة كده يكون الكود اشتغل معاك. فاحنا في الكورس بتاعنا الالجوريزم بنشتغل على الورست كيس اللي هي المشكلة، اللي هو أسوأ حل أو أسوأ طريقة عشان نوصلها للبيست كيس. تمام؟ بيقول لك just like going to school with traffic or without traffic. تمام؟ يبقى احنا فهمنا إن الألجوريزم ده مجموعة خطوات بتمشيها عشان توصلك لأفضل حل أو لأفضل حل للمشكلة اللي عندك. تمام؟ وبس كده، النهاردة كان introduction بسيطة، وإن شاء الله المرة الجاية ناخد حاجة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.